السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفه جديده مع وصفات سعيده. اليوم قررت نشارك معكم واحد الفكره سهله واقتصاديه اللي غادي تنفعكم في هذا شهر رمضان الكريم. هي عباره على واحد المركز غادي نحضروا معكم باش تحضروا به كاع انواع العصير ديالكم وغادي ينفعكم ان شاء الله. غنحتاج فيه 1 كيلو ديال الليمون، ونص كيلو ديال الحامض. اذا نبداو على بركه الله. عندي هنايا حامضه وليمونه، من داك كيلو ديال الليمون ونص كيلو ديال الحامض خديت حامضه وليمونه وغادي نحكهم في الحكاكه الرقيقه كيف كتشوفوا معايا. نحك غير هذيك القشره الفوقانيه اللي كتكون، ما نوصلش لديك القشره البيضاء باش ما تعطيناش المروره. صافي نستمر لهاد الطريقه هذه تنكمل هذيك الليمونه والحامضه. ملي كملت حكيتهم كنحصل على هذا الخليط هذا ديال القشره ديال الحامض والليمون. كيف كتلاحظوا راه بقى داك اللون الابيض ما وصلتش لي انا في الحكاكه. وهنا غادي قطعت هذاك الليمون والحامض كيلو، كيف ما قلت لكم نص كيلو ديال الحامض، كيلو ديال الليمون، وغنعصرهم. صافي بعد ما كملت العصير ديالهم كاملين الحامض والليمون خويته في كاسرونه، غنضيف عليهم هذيك القشره ديال الحامضه والليمونه. صافي وغادي نزيد عليهم نص كيلو ديال سنيده. عندنا كيلو كل كيلو ديال الليمون عفوا في نص كيلو ديال الحامض، في هذيك القشره ديال الحامضه والليمونه ونص كيلو د سنيده. وضعت الكاسرون فوق النار، غادي نحرك مزيان غير حتى تذوب ليا هذيك السنيده. صافي وغادي نحيد هذاك الفوي، ما بقاش نحرك، نخليها تغلى. كيف كتلاحظوا تغلى الغليه الاولى، طلع ليا في الغليه نهز الكاسرون ونعاود نرجعها للبوطه، تهبط ليا ونعاود نرجعها للبوطه. تغلى ليا عاود الغليه الثانيه كيف كتلاحظوا دابا غتطلع ليا عاوتاني في الغليه الثانيه. غنهز الكاسرون ونحطها في البوطه. الغليه الثالثه طلع، صافي نهز الكاسرون ونطفيها، صافي نطفي البوطه. وغادي ندوز دابا باش نصفي هذاك الخليط ديالي. الصفايه تكون رقيقه. صافي كيف كتشوفوا معايا خويت الخليط كامل في الصفايه، ونبدا نعاون بواحد المعلقه كبيره، نحاول نبدا نبرك على هذاك الخليط مزيان بالمعلقه حتى يخرج ليا هذاك الكونسونطري كامل. على هذا الشكل هذا نبدا ندير بالمعلقه بالتحت ديال الصفايه، راه كيكون لاصق هذاك الشيء اللي معسل. مره نبدا نحيدو بالمعلقه من تحت الصفايه، وهذاك الشيء اللي شاط ليا في الصفايه نديرو في واحد البواطه نحتفظ به في الثلاجه، نستعملوه في الحلويات في الكيك، راه كيجي زوين كينسم لينا. صافي وبهذا الشكل غادي نكونوا حصلنا على هذا المركز. نوضعوه في قرعه ديال الزاج كيف كتشوفوا معايا. هذا هو المركز، هذه هي الكميه اللي حصلت عليها، هي اللي قلت لكم غادي نبداو نستعملوها في العصير. كيف غتشوفوا على الشكل هذا غادي ناخذ منه غير كاس صغير ديال اتاي كيف كتلاحظوا. صافي هذه الكميه اللي غادي نستعمل في العصير ديالي. وغادي نضيف ليه هذا الكاس ديال العصير، هذا الكاس اتاي اللي عمرت، غنضيف ليه لترو الا ربع ديال الماء، لترو ناقص ربع ديال الماء. صافي ونضيف له شي فاكهه، اي فاكهه متوفر عندكم. انا كان عندي شويه الفريز وشويه الاناناس درتهم. تقدروا ديروا اي فاكهه سواء تفاحه بعويده ولا بنانه، ولا ما كانوش لي فخوي كاع نقدروا نستعملوا خياره ولا خيزو اللي متوفر عندكم، ماشي ضروري ان تكون كميه كثيره. ونضيفوا سنيده على حسب الذوق. ما نساوش باللي هذا الكونسونطري اللي حضرت راه حتى هو حلو، ندير سنيده غير على حسب داك الماء اللي زدت. وهذا الكونسونطري نغطيه، تكون قرعه الزاج كتسد مزيان، ونحتفظ به في الثلاجه، غير في الثلاجه بلا ما نديرو في مجمد، راه كيبقى مزيان ونستعملوه عند الحاجه. صافي ندوز نطحن العصير ديالي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. نصبوه في كؤوس
راه كيجي هائل. كيف كتشوفوا كيجي خفيف بحال شي كوكتيل، كيجي غافريشيسون، وكنقدموه بارد. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه، راه ما غاديش تندموا عليها، غتنفعكم بزاف في هاد شهر رمضان. كنتمنى تشجعوني وما تنسونيش بلي كومونتير ديالكم ولي لايك ديالكم وتعاليقكم. الى وصفه قادمه ان شاء الله بالصحه والراحه. السلام عليكم.